شايفين الكارت ده كارت نكستا. ده كارت انتجته شركة نكستا من حوالي سنة ونص كده، والكارت ده تقدر تطلعه من اول 16 سنة، والكارت ده ليه مميزات كتير جدا اتكلمت عليها في الفيديوهات اللي فاتت. الكارت ده كان في فترة من الفترات في بداية ظهوره كان مجاني، لكنهم في الفترة الأخيرة وزي أي شركة كروت عايزة تستفيد خلت الكارت ب50 جنيه. يعني انت حتى لو مقدم على الكارت هيطلبوا منك 50 جنيه، وصلاحية الكارت ده 5 سنين، ومفيش مصاريف تجديد للكارت ده. ولو ضاع منك الكارت او اتسرق وبلغت عن فقدانه وحبيت تستبدله بتدفع 100 جنيه. وبالتالي كده هي بس ال50 جنيه دي بس، ومش هتدفع غيرها. الله اعلم ممكن قدام يغلوها على حسب بقى الدنيا ماشيه ازاي. الكارت ده بتقدر تقدم عليه من تطبيق نكستا بصوره بطاقتك، عمرك اكبر من 16 سنه، مفيش اي اثبات دخل. بعد كده بتعمل ايداع من خلال التطبيق بكارت بنكي تاني، بيتخصم المبلغ ده، وبعد كده الكارت في خلال كام يوم بيبقى جاهز ان انت تستلمه. فواحد دلوقتي هيقول لي 50 جنيه، لا بلاش الكارت ده. على فكرة انت لو جيت كارت من اي بنك تاني ممكن يبقى اغلى من كده، لكن في شيء مميز جدا في كارت نكستا ده واتكلمت عليه قبل كده وحابب اقوله لك تاني، ان الكارت ده تقدر تعمل منه ايداع من كروت بنكية تانية. يعني ايه؟ يعني انت لو معاك فلوس على محفظة زي اتصالات كاش 10000 جنيه وعايز تسحبهم بدون ال1% عمولة، تقدر تعمل كارت افتراضي مجانا من خلال اتصالات كاش، وبعد كده بتحط ارقامه والرقم السري اللي بيطلعوا لك في كارت نكستا وتعمل ايداع بيهم، ومفيش عمولة لحد 10000 جنيه شهريا. ومن 10000 جنيه ل 20000 جنيه هتبقى 0.7% اللي هو برضو أقل من 1% العمولة. وبالتالي كده الكارت ده وفر عليك عمولة كبيرة جدا انت ممكن ما تلاقيهاش لو سحبتها من الاي تي ام او من الفرع. وزود عليها كمان انه السحب بكارت نكستا ده من ماكينات بنك مصر، لانها الكارت ده بالتعاون مع بنك مصر مجانا. اي بنك تاني هيخصم 5 جنيه مبلغ ثابت ايا كان المبلغ. طبعا الحد الاقصى للسحب في المعامله الواحده هو 4000 جنيه. فلو واحد دلوقتي بيقول لي 10000 جنيه مثلا، ممكن تسحبهم على 3 مرات. المهم انه يوفر لك العموله لو بالنسبه لك المبلغ ده هتدفعه من جيبك. فانت ممكن تقيس المميزات والعيوب وتفاضل مين الافيد لك. اتمنى الخير والتوفيق للجميع. شكرا جدا يا جماعه على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.